يبدو جليا أن الطبيعة الساحرة بتيفيريت في منطقة ولاد إبراهيم بصعيدة استعادت عافيتها ورونقها بعد غياب دام أكثر من 20 سنة، مما سمح ببعث شلالاتها الرائعة من علو 100 متر، مشكلة بذلك مناظر خلابة أبهرت السياح المحليين. جيت سمعت بمنطقة تيفريت، جيت زرتها وراني اليوم فيها، وراني جاي نشوف الطبيعة تاعها وراني نصور. عجبتني تيفريت، الحمد لله. بلاصة ما كنتش متوقعها، وكي جيت شت كانوا حاكي لي عليها وقيتها خير ملي كنت متوقعها انا. والمنطقة هذه الحمد لله عجبتني. نتمنوا من السلطات ولاية سعيدة يعطوها أهمية هذه المنطقة اللي منطقة شابة بزاف. بعد قطع مسافة 30 كيلومتر انطلاقا من سعيدة على طول مناظر سهبية، ينفتح منظر تيفيريت على وقع واحة تسر الناظرين مختبئة وسط التلال، وبساط نباتي ساحر مرصع بأزهار الأقحوان تتجانس بشكل ملفت مع مياه الشلالات المتدفقة بسرعة كبيرة من أعالي منحدرات حمراء أرجوانية. شفنا واحد المناظر طبيعية ما شاء الله ما شاء الله. الولاية السعيدة كاين اللي يحسبها ولاية جاية موقع تاعها في الصحراء ما فيها والو، ولا نقول لكم روحوا اكتشفوا هذه المنطقة. فيها أمور بزاف. الناس لي فامي هنا يجوا لي جان، سورتو في لي ويكاند نشوفوا هنا الغاشي بزاف. ومن عشاق الطبيعة من يستغل هذه الفسحة لأخذ بعض أصناف النباتات التي تستعمل في المستحضرات العلاجية التقليدية رغم الدروب الوعرة المؤدية لها، إلا أنها تبقى السبيل الوحيد لاكتشاف مناظر طبيعية رائعة تحبس الأنفاس والتمتع بهواء منعش مشبع برذاذ الماء المتناثر نتيجة ارتطام كميات هائلة من المياه بالصخور الموجودة أسفل الشلالات.